السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة محمود. كنتمنى تكونوا بخير على خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم فقيقسات او قريشلات عاشوراء كيجيو رائعين، كيجيو هشاش بثلاث النكهات طبيعية، بثلاث الاشكال، بدون طابع. كيجيو هشاش، كيجيو مقرمشين، كيجيو لذات. كنتمنى انكم تجربوهم، اكيد غادي ينالوا اعجابكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لي لايك ديالكم والبارطاج باش تعم الفائده. ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. كنحتاجوا المقادير: كيلو ديال الدقيق الفورس الخاص بالحلويات، واحد الساشي بيكين باودر وزن 8 غرام، كاس من زيت النباتيه، كاس ديال الماء، واحد الياغورت طبيعي، 3 الفرماجات، نص معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه ديال الملح، لا موطارد معلقه كبيره، ملعقه صغيره من السكر، معلقه ديال الخل. كناخذوا العجانه كنوضعوا فيها الدقيق، كنضيفوا الملح، الابزار، ملعقه صغيره من السكر، ساشي من الخميره بيكين باودر، ملعقه من الخل، 3 الفرماجات، معلقه كبيره من لاموطارد او الخردل، واحد الياغورت طبيعي، كأس من الزيت. وكنبداو نعجنو فيهم، وكنضيفوا داك الكأس ديال الماء تدريجيا. وكنخلو العجينه كتعجن. انا خدات ليا كاس ونص ديال الماء، مقادير مضبوطه. وهي العجينه ديالنا من بعد ما دلكات كيكون هذا هو القوام ديالها. دابا غنقسمها 3 القطع. كيكونوا متساويين وكنوضعوهم في واحد البلاستيكه. ودابا كنضيفوا ليهم النكهات. العجينه الاولى كنضيفوا ليها ملعقه ديال الكركم وملعقه ديال الزعتر. العجينه الثانيه كنضيعوا فيها تحميره وكنضيفوا ليها ملعقه صغيره من الحار. والعجينه الثالثه كنضيفوا ليها ملعقه كبيره من الزيتون مطحون. كناخذ العجينه الاولى وكنضيفوا ليها الكركم والزعتر باش كنسموها، كيكون هذا هو اللون ديالها. كناخذ العجينه الثانيه كنوضعوا فيها التحميره والهريسه، كندخلوا فيها مزيان، ومن بعد كنوضعوها في واحد البلاستيكه كنخليهم يرتاحوا. كناخذ العجينه الثالثه كنضيفوا لها الزيتون كحل مطحون. ها هما الالوان ديالنا كيجيو الوان طبيعيه رائعه كتشهي. كناخذوا القرصه الاولى كنوضعوها في واحد الورق ديال الفرن على قياس الطاوه وكنسرحوها. من بعد كنقطعوا الجوانب وكنقطعوها اشرطه طويله كيف ما كتلاحظوا في الفيديو. ودابا كنقسموهم على العرض، كنقسموهم من الوسط، من بعد كنقسموهم على 4 وكنوضعوهم في اللاطه.
وكندخلوهم الفرن على درجة الحرارة 160 حتى كيتحمروا وكيتقرمشوا. من بعد كنخرجوهم، كناخذوا العجينة الثانية كنسرحوها فوق الورق ديال الفرن، كنقطعوها شرائط على هذا الشكل هذا. من بعد كنقطعوها على شكل مثلثات. الفقيقتات كيجيو رائعين بدون طوابع، كنقدروا نشكلوهم على اي شكل بغينا. ومن بعد كندخلوهم الفرن يتحمروا حتى هما. ودابا كناخذ العجين الثالثه اللي بالزيتون، كنسرحوها فوق ورق الطبخ باش يساعدنا، وكنقطعوها على هذا الشكل شرائط. كيكون العجينه رقيقه. من بعد كنقطعو على الشكل المعاكس على شكل معين. طريقه سهله وبسيطه بلا عوين، تقدري تحضريهم غير بوحدك نص ساعه كتقدري تكملي فيها كاع هاد الفقيقسات اللي عندنا. ها هو الشكل الحار من بعد ما خرجناه من الفرن، كيجي بحال الفريت، كيجي رائع، كيجيو مقرمشين ولذاذ. ها هو الشكل الثاني ديال الزيتون الكحل من بعد ما تقرمشوا. وهادو هما الاشكال ديال الفقيقسات ديالنا، كيجيو رائعين، كيجيو منسمين ولذاذ والوان طبيعيه كيشهيو. كنتمنى انكم تجربوهم. ودابا غادي نقسم معكم واحد الحبه باش تشوفوا كيفاش كيجيو مقرمشين، كيجيو لذاذ. كنصحكم انكم تجربوهم، اكيد غادي ينالوا اعجابكم واعجاب وليداتكم. كيجيو رائعين ولذاذ. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لي لايك ديالكم وشي تعليق يكون زوين بحالكم باش يفرحني. وشكرا على حسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.